ونبدأ فصلنا هذا الخاص بتكريم أهل القرآن الكريم القائم على رعايته الأستاذ المهندس منير منظور. وهذه هي المسابقة الثانية العام الثاني على التوالي. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، اللهم آمين. فمن منطلق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله تعالى أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فالذي يكرم أهل القرآن يكرمه الله تبارك وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يكرمه كما أكرم أهل القرآن، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجعله سبب سعده في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. ومع خير بداية لهذا الحفل الكريم مع آيات من الذكر الحكيم، وأحد أوائل الطلبة فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. حقا يا عباد الله، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن عليه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذا كتاب الله بين أيدينا يتلى ويسمع. هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع، لكن لا أذن تسمع ولا قلب يخشع. نسأل الله عز وجل السلامة. ومع نشيد قرآني للطالب محمود شراطة فليتفضل. إن شاء الله هقول نشيد قرآني، بعدين حضراتكم ترددوا معايا. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. قرآني قرآني معجزة الرحمن، لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. إن له لحلاوة وعليه لطلاوة
نور رباني قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان فهو كلام الله ربي جل علاه فهو كلام الله ربي جل علاه قد حفظه ورعاه من دوما يرعاني قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان قرآني قرآني معجزة الرحمن لما أقرأ فيه أشعر باطمئنان. أحسنت لله أنت. هؤلاء هم أهل القرآن، هؤلاء هم سادة المجتمع ونجومه، هؤلاء هم سادة المجتمع ونجومه. إن سودناهم سدنا وإن أخرناهم تأخرنا كما هو حالنا. فلله در القائل: يا أمة نزل القرآن يرفعها عزا ومجدا وتفضيلا على الأمم، هل أنت فينا أو الطوفان أغرقها؟ عن الجواب صريح غير مكتتم، فكل من هب أو من دب يصفعنا ولا جواب سوى نحتج بالقلم. نسأل الله عز وجل لأمتنا السلامة. ولا يفوتني أن أنوه أنه يوم الأحد القادم سوف يزور قرية كفر مشا الأستاذ الدكتور مبروك عطية، وسيصلي العشاء بها وسنلقي محاضرة دينية يعلن عنها في موعدها. ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى لله، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففوز بعلمهم، ففوز